بكل حياتي اللي عشتها ما شفت ولا التقيت بشخص انه حلمه بس السعادة والراحة والمتعة انه بعدين حقق هذا الشيء ابدا. كل اللي كان يحلم انه انا بس بدي راحة، بس بدي هيك سعادة، عم بدرس مشان ارتاح، بعدين عم بشتغل هلا مشان افتح مشروع وارتاح، ما حقق، ضل عم يتعذب. اما بالعكس ما شفت شخص انه كان حلمه التعب والشقة، دائما حلمه انه شغل، بدي يشتغل، بدور على المتاعب، ولك عم يحلم بانه كيف هيك عم يسهر وعم يشر عرق منه وكيف عم يتعذب الا وحقق حلمه. بس انه بعد ما حقق حلمه وتعذب، تعذب له شوي بس ارتاح وسعد بحياته. فطالما انت عم تدور على السعادة والراحة والمتعة بدك تضل متعذب طول حياتك، وطول حياتك بدك تضل عم تحلم بنفس الحلم. اما لما تحلم دائما بالشغل وبالتعب وبالانتاج وانك تفيد الناس، فبتلاقي حالك انت عم تشتغل وتخلص شغلك وعم ترتاح، وبترد بترجع بتلاقي حالك عم تحلم كمان بتعب تاني.